عمرك سألت نفسك هي اندونيسيا فعلا جنة زي ما الناس بتقول، ولا الصورة مش كاملة؟ تابع الفيديو معايا عشان تعرف. تابع معايا الفيديو عشان النهاردة هقولك عن الطبيعة وعن الناس وعن الأكل وعن الاستقرار والهدوء في اندونيسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم محمد في اندونيسيا، وخلينا ندخل في الموضوع على طول. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي الأكل. الأكل الأندونيسي أو المطبخ الآسيوي في العموم معروف إن هو من أفضل المطاعم ومن أفضل الأكلات الموجودة، ولكن النهاردة خلينا أكلمكم في الأكلات الإندونيسية اللي أنا شخصيا بحبها واللي أنا جربتها واللي موجودة في إندونيسيا. أول حاجة وهي الناسي جورين. ناسي جورين بيبقى عبارة عن رز على بيض على بصل على صوص على بهارات إندونيسية. من ضمن الحاجات اللي أنا بحبها جدا ومعظم الإندونيسيين بياكلوها في الفطار الصبح، يعني الصبح بعد الظهر بالليل. إندونيسيا لازم رز وأي حاجة تانية معاها، رز واندومي، رز وخضار، رز وأي حاجة، مش شرط يعني يكون فيه فراخ أو لحمة أو سمك، لأن هم أصلا بياكلوا الحاجات دي برضو مع الفطار. فناسي جورين من أكتر وأشهر الأكلات الإندونيسية واللي أنا شخصيا بحبها جدا. في طبعا الساتيه بيبقى فيه ساتيه لحم وفيه ساتيه فراخ. فطبعا من اشهر برضو الاكلات في اندونيسيا هو الساتيه، انصحكم تجربوه لانه بيبقى يعني جميل. في طبعا حاجه اسمها الباسو او الباكسو، في بيبقى كده كرات، عباره عن كرات اللحم موجوده كده مع الاندومي والخضره والصوص. وطبعا عايز احذركم من حاجه، مش هحذركم يعني اقول لكم خلي بالكم، الاكل في اندونيسيا كله حار جدا جدا جدا. يعني انت قبل ما تجرب اي حاجه او تروح اي مطعم لازم تعرف انواع الصوصات اللي موجوده قدامك. ان شاء الله في فيديو تاني هعمل فيديو عن انواع الصوصات والشطه الاندونيسي، بحيث ان هم يدخلوا الشطه في كل حاجه. حتى الفطار الصبح يبقى فيه شطه، الغدا فيه شطه، بالليل في اي وقت، حتى الفاكهه هنا بياكلوها بالشطه. في ناس كتيره جدا كلمتني كانت مستغربه من النقطه دي، ان الفاكهه فعلا بياكلوها بالشطه. انا جربتها، المانجا بالشطه، وفي حاجات كتيره جدا بتتاكل مع الشطه، حتى في حلويات بتتعمل بالشطه، وحتى الرز بتاعهم بيستخدموه في كل حاجه. فطبعا افضل الاكلات لما تيجوا اندونيسيا ان شاء الله تاكلوها زي ما قلت لكم الناسي جورين والباكسو والساتيه، دول اشهر 3 حاجات. طبعا في حاجات كتيره جدا جدا انا باكلها ومجربها، زي المي ايام، ده برضو بيكون زي الاسباجيتي كده او زي الاندومي، محطوط عليه خضره وصوص وبيتحط له قطع لحمه صغيره. ده برضو من افضل الاكلات اللي بياكلوها طبعا مع الشوربه وكده. فدي طبعا اهم وافضل الاكلات الاندونيسيه انصحكم بيها. نتكلم هنا عن الطبيعه بقى. الطبيعه هنا جزر، بحر، شلالات، براكين، كل الحاجات دي ممكن تشوفها في وقت واحد وفي اماكن مختلفه. علشان كده الطبيعه في اندونيسيا غير اي بلد تانية خالص. عايز اكلمكم كمان عن الاستقرار والمعيشة هنا. انا قلت لكم من شوية في الفيديو ان الحياة هنا هادية جدا، والريتم بتاعها غير عندنا. احنا في بلادنا العربية كل حاجة بسرعة. هنا انت لازم تكون زي ما الاندونيسيين بيقولوا كده، في كل حاجة تكون سانتاي وصبار، يعني لازم تكون ريلاكس، تكون هادي، ما تتعصبش بسرعة. الهدوء اللي انت هتشوفه هنا مش هتشوفه في اي بلد في التاريخ. الهدوء اللي عند الاندونيسيين يعني انت مش هتشوفه في اي بلد في العالم. فلازم ان انت تيجي هنا لو انت بتدور على الهدوء، لو انت بتدور على الراحة على الاستقرار، يبقى هنا اكتر مكان الناس بتروح له عشان تستقر فيه. ودي من الحاجات اللي يعني وفقت معايا انا شخصيا، وان انا كنت بدور عليها هنا، عشان ناس كتيرة سألت في الحتة دي. لو انت بتدور على الاستقرار والهدوء، اندونيسيا افضل وجهة ليك، غير كده ما انصحكش. طيب بالنسبة للناس اللي قالت لي انت اتكلمت في الفيديو بخصوص ان انت ما تديش نصيحة بخصوص الشغل، طب هل شغل الاونلاين ممنوع في اندونيسيا؟ لا، شغل الاونلاين اللي دخلك فيه بيكون من بره البلد، مش ممنوع نهائيا. لو انت جاي في اندونيسيا شغال مثلا عندك اونلاين في بلدك العربية او ايا كان انت منين وبتشتغل وبيجيلك دخل من بره، مفيش مشكلة. لكن اندونيسيا احذر ثم احذر ثم احذر. لازم داخل الدولة تمشي قانون نان، وتعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، لازم تعرف القانون بتاع الدولة هنا ايه، لان الموضوع هنا مش هزار.
زي ما الدولة، وقلت في فيديو قبل كده، ما بتسمحش لك ان انت تشتغل نهائيا الا قانونا. يبقى انت لو عندك مثلا بيزنس اونلاين اوكي، لو انت عاوز تفتح مشروع صغير، اذا كنت انت صاحب رأس المال، او ان انت مثلا هتفتح بيزنس مع زوجتك، وتكون مثلا انت تقف معاها شوية، او ان انت تدير الموضوع مثلا، بس ما تكونش موجود في البيزنس اللي هو هيتعمل ده. اذا كان كبير ما ينفعش ان انت تكون موجود، لكن اذا بيزنس صغير يعني في الحدود اللي هو القرى والاماكن دي، ما فيش مشكله ان انت تساعد زوجتك كام ساعه في اليوم. ودي حاجه الحكومه نفسها بتقول لك ما فيش مشكله عليها. فخلي بالكم من النقطه دي، احذر ثم احذر ثم احذر. وخلي بالك من قانون الدوله هنا، قانون الدوله هنا ما بيرحمش. تمام. اندونيسيا مش سياحه وخلاص، دي اسلوب حياه كامل. السؤال بقى هنا، هتقدر تعيش في اندونيسيا، ولا ان انت هتفكر قبل ما تسافر ليها؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات تحت، وان شاء الله ارد عليكم. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله على اليوتيوب. السلام عليكم.